السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ فيديو جديد النهاردة، يا رب يعجبكم. اتمنى لو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا للجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. طبعا زي ما احنا متفقين ان احنا هنعمل فيديوهات كده متنوعة. فالفيديوهات دي سلسلة ازاي نغير الكنب البلدي الى ركنة مودرن. اتمنى الفيديوهات تعجبكم وتضغطوا لللايك لو عجبكم، ولو ما عجبكمش برضو تكتبوا لي في الكومنتات ايه التعليق بتاعكم على الكنب او على الركنة بتاعتي. طبعا زي ما احنا شايفين، شفنا الفيديو اللي قبل ده احنا عملنا التأسيس بتاع تنجيد الكنب اللي احنا شايفينه الابيض ده، والمرة دي هنعمل كفر للكنب. وقلت لكم برضو انه الكفر ده كنت مفكرة فيه قبل ما افكر ان انا انجد الكنب ونعمله ركنة مودرن هتعجبكم قوي. هنعمل فيديو النهاردة الكفر، والفيديو اللي ورا ده ان شاء الله هيبقى التنجيد بتاع الكنب بشكل حلو قوي وهيعجبكم جدا. هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكفر ده لو عندك برضو ركنة او كنب عايزة تعملي كفر عادي ممكن تنفذي الفكرة دي، ممكن تعملي الكفر معايا واحدة واحدة. عندي قماشة، اي قماش عندك، ده قماش فرو عادي جدا ورخيص جدا، هينفع معاكي تجيبيه من اي مكان وتقدري تستخدميه وتخيطيه كفر لأي حاجة عندك، ركنة انتريه اي حاجة. زي ما احنا شايفين بجيب القماش وبقيس اللي هي التكاية دي وبخيط الجنب اللي هو قدامه للجنب اللي هو ورا زي ما احنا شايفين، وبجيب القماش بفرشه على الكنبة او على الكرسي او اي حاجة عندي انا هعمل لها الكفر. زي ما احنا شايفين بقص القطعة اللي من قدام دي وبخيطها، برضو بشيل القماشة واخيطها على المكنة او على ايدي. لو مش عندك برضو مكنة يبقى على ايدك عادي مفيش مشكلة، هتتخيط ومش هتبان خالص. بالذات القماش الفرو ده مش بيبان الخياطة فيه ابدا، سواء بمكنة او بايدك، بس اهم حاجة بنخيطه خياطة صغيرة كده عشان ما تبانش. زي ما احنا شايفين كده بخيط الجنب اللي قدام ده والجنب اللي هو من جوه. زي ما احنا شايفين السهم بالشكل ده، بشيل القماشة وبخيطها وبرجعها تاني هتبقى بالشكل ده. والجنب اللي هو في الاخر بتاع الكنبة بقصله قطعة مربعة وبتبقى بالمنظر اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ممكن تثبتيه كده بدبابيس وتخيطيه اي كلام وبعدين بتشيليه وبتخيطيه حلو. بس كده بقص اللي هو المربع زي المستطيل كده بعرض وارتفاع الكنبة. زي ما احنا شايفين بحط القماشة قدامي وبجيب متر او مزورة او بدون اي متر او اي حاجة، ممكن بعلم بالقلم وبقص اهو، يعني باسهل طريقة خالص بحيث انك انت تعملي كفر لاي حاجة عندك. ممكن لو كراسي عندك ممكن تعملي لها كفر بسهولة جدا. بفرش القماشة وبعلم واقص وبعدين بخيط. بدبس اهو بالدبابيس وبعدين بخيط بحيث انه يكون المقاس مظبوط معايا. ولو في زيادة برضو بعد الخياطة ممكن بخيط تاني وبقص علشان تبقى الكفر يعني مشدود على الكرسي او على الكنبة. ده اللي الجنب اللي هو اخر الكنبة، بس ده الكنبة التانية، الكفر التاني بتاع الكنبة التانية. انا عندي كنبتين شبه بعض اللي هما 2 متر، والكنبة اللي هي الطويلة اللي هي في النص دي لوحدها مقاسها 2 متر و80. ده زي ما احنا شايفين ده الظهر بتاع الكنبة، بشده والبسه يبقى مشدود على الكنبة او على الكرسي بتاعي بكل سهولة. ده طبعا انا حاطه الكفرين فوق بعض علشان انا بشتغل على كنبة واحدة بس، علشان الاتنين واحد، الاتنين قد بعض مقاس بعض والطول نفس الطول. بس هتبقى بالشكل ده. عندي الكنبة التالتة بقى اللي هي كنبة عادية خالص زي الكنب البلدي، يعني كأنه كيس كده بلبسه من الجنبين.
برضو بفرش القماشة وبحط لها زي مستطيل من الجنب ده ومستطيل من الجنب ده وبخيطه، بيبقى معايا الكفر بتاع الكنبة التانية. ده شكل الكفر اهو بعد ما خلص. اي قماشة عندك هتمشي ان شاء الله، حتى لو ملايات عندك قديمة مش بتستخدميها او دفايات برضو هينفع. انا قبل الكفر ده كنت عاملة كفر شفناه في الفيديو اللي قبل ده، كان قماشة كده عندي مخططة وكنت عاملاها كفر وكان يمشي يعني، مفيش قماشة هتقول لا. كنت حطاها علشان تحمي الكنب من التراب وكده يعني. بس زي ما احنا شايفين دي الكنبة. لو عندك الكنبة البلدي بتفرشي القماشة وبتقيسي اللي هو الجنب اللي هو على اليمين وعلى الشمال، وبتقصي قطعة وبتخيطيها من الثلاث اتجاهات بتلبسيها تبقى بالمنظر ده. وطبعا كفر حلو قوي وسهل جدا، اي حد ممكن يعمله، بس ما نكسلش. اهم حاجة يكون عندي القماش وعندي الحاجة اللي هعمل عليها الكفر. واي حاجة يعني مش كنب بس، ممكن كرسي، ممكن ركنة، ممكن انتريه، اي حاجة عندك عايزة تعملها كفر هتعملها بالمنظر ده، وهيبقى حاجة جديدة كده في البيت وحاجة شكلها حلو قوي وهتفيدك جدا، يبقى تغيير كده عينك تشوف حاجة جديدة. القماش الفرو ده بيساعدك على انك تعملي احلى كفر. الكفرات طبعا بتكون فيها كده نسبة لكرة، بحيث انك انت لما تشديها كده بتلم على الكرسي او على الكنبة، بيبقى شكله حلو قوي. طبعا لازم يكون مرحرح كده، وتكون قماشة كبيرة علشان تساعدك على انك انت تخيطي الكفر ويبقى حلو على الحاجة اللي انت هتعملي بيها. في اللي هو قماش زي القطيفة كده، قطيفة بس الخفيفة اللي هي بتمط دي برضو رخيصة برضو، تنفع كفر حلو قوي. هنعمل بيها تجديد الركنة ان شاء الله. الفيديو اللي بعد ده اتمنى الفيديو برضو اللي بعد ده تشاهدوه وتشوفوا وتقولوا لي برضو ايه رأيكم في التنجيد. طبعا ان شاء الله هيعجبكم. هسيب لكم صورة كده اخر الفيديو علشان تشجعوا وتشوفوا الفيديو اللي بعد ده. اشتريت لهم المراتب والمساند، هنشوفهم مع بعض وهنخيطهم، والفيديو ان شاء الله اللي جاي هيعجبكم جدا. وبكده يبقى فيديو النهاردة خلص. شكرا للمتابعة، اتمنى تضغطوا لي اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا لي الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.